يا صباح الخير والحلويات وكل حاجة حلوة في الدنيا. وحشتوني 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 بجد من الفيديو اللي فات. النهاردة فيديو جديد، وقبل ما نبدأ الفيديو كده وقبل أي حاجة في بداية الفيديو، لو انت أول مرة تشوفي قناتي انزلي اشتركي دلوقتي من كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو، وفعلي الجرس على كلمة الكل عشان أول ما انزل الفيديو تكوني انت من الناس المميزة اللي بتشوف الفيديو على طول في الأول، وكمان تكوني من أول الناس اللي بتحط لايك للفيديو. وما تنسوش أهم حاجة الكومنتات بتاعتكم الحلوة اللي بتشجعني وبتخليني أستمر معاكم في الفيديوهات. وبس كده يلا بينا نبدأ على طول. الفيديو بتاع النهاردة بقى هتقضوا معايا يوم جديد كده من البداية. وهنبدأ اليوم كده مع بعض، وهنشوف عندنا مذاكرة ايه، وهعمل التودو ليست بتاعتي. وكمان لقيت ان انا عندي حاجات كتير قوي قوي عايزه اذاكرها بجد، لان انا زي ما قلت لكم الاسبوع الاجازه ده يعني يعتبر ان هو ضاع في السفر وكده، فما عرفتش ان انا الم المواد بتاعتي ولا اي حاجه. بس طبعا مش هسكت، لازم اجيلكوا بالحل واجي كمان بالحل ليا عشان الحق انقذ نفسي قبل ما رمضان يجي واكون لميت المنهج اللي عندي. عايزاكم بقى وانتوا بتتفرجي دلوقتي كده على الفيديو تنزلوا تكتبوا لي في الكومنتات عايزين الفيديو الجاي يكون عن ايه، لان انا بعمل افكار الفيديوهات من الكومنتات بتاعتكم، وعايزه اشوف بقى لايكات كتير قوي 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 على الفيديو ده عشان اعرف ان الفيديو عجبكم. في البدايه كده بقى انا حابه ان انا اشكر كل الناس، حبايبي واخواتي واصحابي وحبايبي اللي كتبوا لي كومنتات حلوه على الفيديو اللي فات، بجد شكرا لكم كلكم. الكومنتات بتاعتكم بتفرحني جدا وانا بقراها كده بعد ما انزل الفيديو، بقعد اشوف الكومنتات بتاعتكم، بجد كلامكم بيفرحني وبيشجعني. انا بجد بجد بشكركم وكلامكم ده بجد. شكرا لكل الناس اللي بتفرحني لما بقولها مثلا انزلوا اكتبوا لي وبسالكم على حاجه في الفيديو تنزل ترد عليا، بجد الناس ديت مميزه جدا جدا عندي وانا بحبكم خالص بجد. انتوا كمان بقى لو عايزين الكومنتات بتاعتكم تظهر في اول الفيديو الجاي انزلوا دلوقتي اكتبوا كومنتات كتير على الفيديو ده، اللي بيكتب 10 كومنتات بنزل الكومنتات بتاعته في اول الفيديو اللي بعده. بس كده يلا بينا نبدا بقى ونشوف الفيديو بتاعنا النهارده هنعمل فيه ايه وهيتكلم عن ايه وكل حاجه. يلا بينا هنقول بقى بسم الله كده ونبدا النهارده يومنا. عايزه اقول لكم ان انا فعلا لما لقيت عندي حاجات كتير قوي عايزه اذاكرها، عندي مذاكره كتير جدا جدا، فقلت انا لازم اقسم كل حاجه عندي علشان ما شتتش نفسي واشتت دماغي. وانتوا كمان برضو لو حاسه ان انت عندك مذاكره كتير وحاجات كتير قوي عايزه تخلصيها، لازم تقسمي كده كل حاجه قدامك وتشوفي هتبداي بايه وبعدين ايه، وتفضلي بقى ايه تقسمي الحاجه اللي عندك. يعني مثلا انت عايزه تذاكري فيزياء، تبداي تقسمي الفيزياء انت عندك فيها كام وحده او كام باب، كل باب فيه كام درس، وهكذا تبداي تعملي كده في كل المواد اللي عندك لحد ما تلاقي الدنيا قدامك بقت بسيطه وسهله. وتشوفي بقى انت النهارده هتاخدي ايه من الماده اللي عندك دي كلها. هتاخدي درسين، تاخدي 3 دروس، طبعا كل واحد على حسب وقت مذاكرته وعلى حسب هو بيذاكر امتى وبيصحى امتى بينام امتى، الكلام ده كله، فكل واحد فينا بيختلف عن التاني. مثلا انا نظام مذاكرتي ممكن ما يكونش في الوقت اللي انا بذاكر فيه ما يكونش مناسب مع حد تاني، وهكذا. اما بالنسبه لي انا، للناس اللي بتخش تكتب لي في الكومنتات والناس اللي بتسالني انت بتذاكري امتى، انا ما عنديش وقت يا جماعه محدد ان انا اذاكر فيه. يعني مثلا انا بذاكر الصبح عادي، اذاكر بالليل عادي، انا في اي وقت ممكن ان انا اذاكر. اول ما بحس ان انا عايزه اقوم اذاكر دلوقتي بقوم اذاكر، فاهمين؟ مش عامله وقت محدد ولا وقت محدد ولا ساعه محدده دي تبقى ساعه المذاكره بتاعتي، لا في اي وقت انا بذاكر عادي. بس طبعا الافضل والاحسن ان انت تذاكري اول ما تصحي من النوم، تبقى يعني ببقى في قمه نشاطي كده وببقى في طاقتي لسه في بدايه اليوم، على عكس بقى طبعا نهايه اليوم بتلاقي نفسك خلاص كده قدرت يعني خلصتي كل الطاقه اللي عندك، مفيش اي مجهود قادره ان انت تعمليه ولا اي حاجه. فالمذاكره طبعا بالنهار احسن بكتير جدا جدا. المهم بقى، فانا كان عندي النهارده مذاكره كيمياء، وعندي حفظ انجليزي، وعندي حفظ فرنساوي، وعندي كمان هذاكر جيولوجيا، فعندي شويه حاجات كده محترمه يعني. انا كتبت التو ليست اللي انا عملتها دي، كاتبه فيها كل الحاجات اللي عندي، فاهمين؟ كل المواد اللي عندي انا عايزه اذاكرها، وحطيت قدامها وقت محدد. بس طبعا مش هقدر ان اخلص كل حاجه النهارده، فانا قلت هاخد النهارده جزء وبكره هكمل الباقي، او يعني هكمل الباقي بعدين. بس النهارده المهم ان انا ابقى محدده لنفسي 4 حاجات بس هخلصهم النهارده او 5 حاجات. فانا حددت فعلا الحاجات اللي انا هعملها النهارده، والحاجات اللي هعملها بكره سبتها لبكره. عايزه اقول لكم بقى بجد بجد انا مبسوطه من الناس اللي شافت الفيديو بتاع ازاي تعملي تو دو ليست ناجحه. اللي ما شافش الفيديو ده انا هسيب لكم اللينك بتاعه في اول كومنت مثبت وفي صندوق الوصف، روحوا شوفوه. بجد بجد الفيديو حلو قوي، مبسوطه من الناس اللي عجبها الفيديو ودخلت قالت لي ان الفيديو فرق معاهم. لازم تتعلموا ازاي تعملوا تو دو ليست ناجحه، علشان تو دو ليست ديت هي اللي هتظبط لك وقتك، هتنظم لك حياتك الدراسيه كلها. لازم تكوني بتعملي تو دو ليست وتكتبي المهام بتاعتك كده، غير لما تكوني حاطه في دماغك انا عايزه اذاكر عربي النهارده ولا عايزه اذاكر انجليزي، لا طبعا مش هتعرفي تنظمي وقتك صح. لازم التو دو ليست تكتبي كده كل حاجه مهمه انت عايزه تخلصيها، وتبداي طبعا تنجزي من الحاجات دي من الاهم وبعد كده المهم، لان في حاجات لازم تنجزيها النهارده، وفي حاجات عادي ممكن تخلصيها بالليل، ممكن تخلصيها كمان شويه، بس في حاجات لازم تنجزيها في اول اليوم. يعني مثلا لو عندك مذاكره مواد كتير، ابداي باكتر ماده صعبه او اكتر ماده انت حاسه ان هي لا هتاخد مجهود اكتر منك، ما تبدايش بالحاجات السهله، لا ابداي بالاصعب حاجه علشان بعدها هتبقى طاقتك قلت شويه، فالباقي ممكن تنجزيه عادي باي طاقه عندك. فاهمين قصدي ايه؟
عايزه اقول لكم بقى الناس برضو اللي بتخش تقول لي انت ما نزلتيش فيديو يا ندى ليه، احنا مش لاقيينك منزله فيديوهات وكده. يا جماعه انا ببقى نزلت الفيديو والله، بس انتوا اللي مش عاملين مفعلين الجرس. لازم لما تيجي تشتركي تفعلي الجرس كده على كلمه الكل، علشان اول ما انزل فيديو يجيلك اشعارات في التليفون من فوق ان انا نزلت فيديو. فاتاكدوا دلوقتي ان انتوا عاملين سبسكرايب ومفعلين الجرس. يعني لو انت عامله سبسكرايب شيليه واعمليه تاني وفعلي الجرس على كلمه الكل، عشان اول ما انزل الفيديو يجيلك انت الاشعار وتكوني اول واحده بس ايه تشوفي الفيديو. عايزاكم بقى تقولوا لي في الكومنتات لو انتوا حابين ان انا اعمل لكم فيديو مخصص لكل ماده، اقول لك مثلا ازاي بذاكر الكيمياء، ازاي بلم الفيزياء، ازاي بذاكر العربي، ايا كان. لو انتوا حابين الفكره دي احسن ما يبقى مثلا فيديو روتين او فلوج يوم كامل اقضيه معاكم، قولوا لي برده في الكومنتات. لو انتوا حابين كده اكتبوا لي برده الماده اللي انتوا عايزين ان انا اعملها، بس تكون ماده من المواد اللي عندي، مثلا ما تكونش ماده ادبي ولا تكون ماده دراسات ولا كده، لان في ناس بتدخل تكتب لي. انا بتكلم عن المواد اللي عندي اللي انا هعرف ان انا اصور لكم فيها واقول لكم انا بذاكرها ازاي من واقع التجربه اللي انا فيها دلوقتي. المهم عايزه اقول لكم بقى ان انا بدات كده اليوم بمذاكره الكيمياء. كنت هنا بشوف الفيديو كان بيلمني كده الباب التاني، بس طبعا ما خلصتوش كله يعني، لان هو كان تقريبا 3 ساعات ونص، فانا ما خلصتوش من كله، شفت جزء منه قبل ما انزل الدرس، لان انا كان عندي النهارده درس فيزياء. المهم يعني عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا لما بكون بقى عندي حاجات كتير قوي كده عايزه اخلصها، لما بقعد اشتت نفسي واشتت دماغي واقعد افكر في ده وده 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 وعايزه اخلص كل الحاجات دي امتى، ده اللي بيخليني بجد ان انا اتعطل وما اخلصش اي حاجه. لكن كده لما بهدى انا اقسم الحاجه اللي عندي على الورق قدامي واشوف انا عندي ده وعندي ده، طب النهارده هاخد جزء معين من الماده دي. فالفكره دي بصراحه بتساعدني، بتسهل عليا من نفسيتي كمان، عشان نفسيتي ما تتعبش من كتر المذاكره اللي عندي. عارفه ان خلاص يعتبر الترم التاني ده اللي هو لسه بيبدا، هو خلاص بينتهي مع بدايته اصلا، يعني يعتبر الترم التاني ده خلاص كده رايح في رمضان والعيد والكلام ده كله، والامتحانات خلاص هتلاقوها ايه ممكن تبقى في شهر 4 أو 5. فيعني ربنا معاكم يا رب يوفقكم. اهم حاجه تعملوها من اول يوم ما تراكميش حاجه عليكي، ذاكري اول باول وذاكري من اول يوم وكل يوم. دي دايما هتكون نصيحتي اللي هقول لكم عليها في كل الفيديوهات، لازم ما تراكموش عليكم. التراكمات دي يا جماعه بجد بجد كفيله ان هي تضيع بني ادم كان ممكن ان هو يبقى حاجه وممكن تخليه يروح حاجه تانية. انتوا فاهمين قصدي؟ فربنا يا رب ما يجيبش تراكمات تانية ابدا ابدا بقى علينا، وان شاء الله باذن الله اقدر ان انا بقى الم الحاجات المتراكمه عليا دي وهقول لكم برضه اول ما اخلصها ان شاء الله. يعني يعتبر انا معايا كده تقريبا شهر لحد ما رمضان يجي، فان شاء الله يعني ايه احاول ان انا اخلصهم. وهتلاقوا تشجعوني في الكومنتات وتقولي لي خلصتي يا ندى وفاضل لك ايه وكده، عشان نبقى كلنا ايه ماشيين مع بعض وبنشجع بعض وكده. عايزاكم انتوا كمان ما تنسوش دلوقتي تكتبوا لي في الكومنتات ذاكرتوا ايه النهارده وكان عندكم دروس ايه ومذاكره ايه. وما تنسوش يا جماعه اهم حاجه الملخصات. لو بداتي من اول الترم كده تعملي ملخصات للمواد بتاعتك، عشان هتساعدك جدا في فتره المراجعه اللي هي اصلا مش فتره، يعني اللي هي ممكن اسبوع مراجعه ولا حاجه، فهتساعدك جدا فيها بصراحه. يا جماعه بجد انا من وانا صغيره مش بحب ابدا الترم التاني ده خالص. اولا بيبقى في الشتاء كده، وبحس ان انا اصلا الشتاء ده مش عايز مذاكره، ده مبدئيا يعني انا بحس ان الشتاء ده عايز راحه كده، مش عايز مذاكره. الصيف ماشي نذاكر في الصيف، لكن الشتاء انا بالنسبه لي انا شايفه كده بصراحه، شايفه ان الشتاء ده كده ان احنا نقعد نتفرج على فيلم، نتفرج على مسلسل كده، فاهمين؟ لا ما ذاكرش في الشتاء، انا من وانا صغيره كده. فيعني انا شايفه بقى ان الترم التاني ده بصراحه ما يعني مش عارفه ليه، هو ليه كده ليه بجد الترم التاني ليه صغير كده؟ مثلا الترم الاول بيبقى شهور كتير فاهمين، اما ده فانا بصراحه مش عارفه ليه، يعني ليه في تفرقه كده في الموضوع، انا مش عارفه. عايزه اقول لكم بقى بعد ما خلصت اتفرجت على الجزء من الفيديو، طبعا ما خلصتش الفيديو كله زي ما قلت لكم. فبعد ما خلصت الجزء ده جبت بقى الكلام اللي انا سمعته في الشرح ده، ابدا بقى ان انا اذاكره من المذاكره عشان اشوف انا فهمت ولا لا. ما تفضلش دماغي تستوعب كده معلومات، لازم اوقف كده المذاكره وابدا ان انا اذاكر من الكتاب بقى. يعني خلاص سمعت الشرح ابدا بقى ان انا اشوف انا ذاكرت، انا فاهمه اللي بيتقال ده ولا لا، ولا الدنيا باظت مني، عشان المعلومات ما تدخلش على بعضها. لازم تعملوا كده. وانا بصراحه يعني متعوده ان انا بعمل كده على طول، يعني مثلا اسمع شرح شويه وبعد كده اوقف اخد بريك وارجع بقى اذاكر اللي انا سمعته ده، اشوف انا فاهمه ولا لا، عشان يعني ايه ما احسش ان انا كده بذاكر او بسمع شرح على الفاضي. يعني ممكن تقعدي تسمعي مثلا فيديو يبقى 5 ساعات شرح وتفضلي تسمعيهم وفي الاخر انت ما طلعتيش بمعلومات، او مثلا اللي سمعتيه او كنتي مركزه فيه ممكن يبقى ساعه او ساعه ونص بس اللي ركزتي فيها من الفيديو كله، فتبقى انت كده بتضيعي وقتك على الفاضي واسمعي انت بتذاكري. لا دي مش مذاكره، لازم تذاكري تقسمي الحاجه اللي عندك. يعني مثلا لو في فيديو كبير قسميه على يومين، قسميه على 3 ايام، المهم ان انت تخلصيه بس تبقى برده انت فاهمه وتكوني فاهمه الشرح بيتقال ايه والكلام ده كله. عايزه اقول لكم بقى انا يعني طول ما انا بذاكر كده زي ما انتم شايفين
لازم اقعد اشرح لحد كده كاني في حد قدامي وانا عماله اشرح له. انا ما بعرفش اذاكر الا بطريقتي بجد بجد يعني. وان انا كمان اقعد الخص واكتب. بصوا بصراحه مذكره الكيمياء دي من المذكرات يعني القليله جدا اللي هتلاقوني ان انا بكتب فيها، لان انا اصلا في العادي ما بحبش ان اكتب في المذكرات اساسا يعني. فدي هتلاقوها من المذكرات القليله جدا جدا اللي هتلاقوني ان انا بقعد اكتب فيها كتير يعني. اصلا بحب اخلي المذكره نظيفه كده وشكلها حلو، بس الكيمياء لا لازم اكتب فيها بصراحه. الكيمياء تستاهل. دلوقتي بقى كنت رحت الدرس وجيت، ويلا بينا دلوقتي بقى نحفظ كلمات الانجليزي. وعندي حفظ انجليزي وحفظ فرنساوي، وعندي لسه هذاكر جيولوجيا، فلسه يعني يعتبر اليوم طويل، فعايزين نخلص بقى. بصوا انا عملت لكم قبل كده فيديوهات كتير قوي ازاي بحفظ كلمات الانجليزي بطريقه سهله وبتخلينيش انساها. وبصراحه يعني الانجليزي من المواد السهله جدا جدا اللي انت ممكن تضمنيها، لان هي عباره عن حفظ كلمات وجرامر، بس مش اكتر من كده. الكلمات طبعا باي طريقه لازم تحفظيها، لازم تقعدي تكتبي الكلمه اكتر من مره كتير جدا. عايزه اقول لكم كمان لما تيجي تذاكري الانجليزي او لما تيجي تحفظي كلمات الانجليزي هتلاقي عندك كلمات كتير جدا انت عارفاها. يعني مثلا انا كان عندي حفظ الصفحه اللي قدامكم دي كلها، فانا معظم الصفحه دي ممكن اطلع منهم مثلا 60 كلمه او 40 كلمه انا عارفاهم، والباقي جديد عليا. يعني مثلا لو الكلمات ممكن تكون 100 كلمه انا عارفه اكتر من نصهم، فاهمين قصدي؟ لا انا بكون فعلا عارفه كلمات كتير جدا، وكلمات بتكون متكرره من يا اما من الوحدات اللي قبلها، يا اما من السنه اللي فاتت، يا اما من قبل كده. كلمات بتكوني انت عارفاها، فمش كل الكلمات بتكون جديده، فانت لازم تعلمي بقى على الحاجات القديمه والحاجات الجديده. القديمه هتراجع عليه بس مراجعه سريعه كده، اما الجديده هتفضلي تكتبي الكلمه اكتر من مره، هتلاقي كلمات معاكي طويله كده وكلمات صعبه شويه في نطقها وفي حفظها وفي كل حاجه. المهم ان الكلمه لازم تكتبيها اكتر من مره لحد ما ايدك تتعود على طريقه كتابتها، وبعد ما تخلصي تسمعي لنفسك مره واثنين وثلاثه الكلمات لحد ما تتاكدي ان انت حفظتيهم كويس وما بتغلطيش. طبعا ممكن في اول مره يطلع لك مثلا 10 كلمات غلط ولا حاجه، تتاكدي عليهم، وكل مره يطلع لك الغلطات دي بقى انت تحفظيها تاني لحد في النهايه خالص لما تلاقي نفسك حافظه كل الكلمات وما عندكش اي غلطات فيهم. الموضوع ممكن يبان في الاول ان هو ممل شويه او يزهق، بس المهم ان في الاخر انت هتكوني حافظه الكلمات. قسميهم بقى، بلاش تاخديهم كلهم في نفس اليوم، ممكن تقسميهم على كذا يوم، كل يوم تاخدي مثلا 10 كلمات من الكلمات اللي عندك. باي طريقه وباي شكل انت هتقدري ان انت تحفظي الكلمات، لان الموضوع سهل مش صعب، بس احنا اللي بنصعبه على نفسنا لما بيبقى مثلا قدامك حفظ كتير قوي تقولي انا هقعد احفظ كل الكلمات دي النهارده، زي ما انا مثلا عامله كده النهارده، انا هقعد احفظ الصفحه دي كلها النهارده. لا الموضوع بيبقى صعب لان الكميه فعلا بتبقى كتير قوي، وانت وراكي مواد تانية مش بس وراكي حفظ انجليزي. فالاحسن ان انت تقسمي الحفظ اللي عندك على الاسبوع بتاعك كله مثلا لحد ما يجي ميعاد الحصه اللي جايه، وتفضلي تحفظي في الحفظ اللي عندك، وكل يوم مثلا تاخدي 10 كلمات، واليوم اللي بعده تراجعي على 10 كلمات بتاعت اليوم اللي قبل. ونفس الكلام برضو بينطبق على الفرنساوي، نفس الفكره. او ايا كانت يعني اللغه التانية بتاعتكم ايه، اي ماده هتبقى فيها حفظ كلمات او ايا كان يعني بنفس الطريقه ديت هتسهل عليكم جدا بجد. الكتابه والتكرار هيساعدكم في الحفظ وفي اي حاجه صعبه عليكي. لو ذاكرتيها بالطريقه ديت هتفرق معاكي صدقوني بجد، وجربوها. الناس اللي بتحفظ الانجليزي او الفرنساوي او ايا كانت اللغه التانية بتاعتكم يعني، اللي بيحفظها بالقرايه كده وخلاص وقلنا كده حفظت، لا هتنسوها صدقوني. لازم تكتبي الكلمه اكتر من مره وتخلي ايدك متعوده على طريقه كتابتها علشان بعد كده ما تنسيهاش ابدا. المهم ان انا عايزه اقول لكم بقى ان انا ذاكرت الانجليزي والفرنساوي طبعا مش بالسرعه اللي انتم شايفينها ديت. انا خلصت يعني ما بين كل ماده والتانيه اخدت بريك، وما بين اصلا ان انا احفظ الفرنساوي، لان الفرنساوي كان عندي حفظ كتير برضو زي الانجليزي، فمش بعرف ان انا احفظ كله ورا بعضه كده، لا دماغي لازم افصل في النص كده شويه وارجع تاني اكمل. كان عندي بقى واجب فرنساوي كتير، كان عندي 8 صفح واجب بصراحه يعني، كانوا كتير قوي 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 قوي، زهقت كده وانا بحلهم بصراحه. بس انا كنت عماله اشجع نفسي، قلت بقى انا هخلص الواجب علشان 8 صفح دول اقوم اخلصهم كده، واقوم اخد بريك حلو كده، وبعد كده ارجع اكمل بقى الماده اللي فاضله لي. فانا بقعد اكلم نفسي والله بجد وانا بذاكر كده، اقعد اقول انا هذاكر دول عشان اقوم اكافئ نفسي واعمل كذا، انا هذاكر دي عشان اعمل كذا. فانا بصراحه بحب اعمل كده عشان اكافئ نفسي. عايزه اقول لكم بقى في المقطع اللي انا كنت باكل فيه اندومي ده ما كانش اندومي، لان انا عارفه ان الاندومي المقاطعه دي نودلز عاديه من المصريه، مش المقاطعه خالص يعني، عشان بس الناس هتقولي في الكومنتات. انا عارفه ان الاندومي مقاطعه وكل حاجه وانا مش بجيب. المهم عايزه اقول لكم بقى انا بصراحه بحب جدا الاقلام الرصاص اكتر من الاقلام السنون، مش عارفه انا لوحدي كده ولا انتوا اللي زيي يعني. انا بصراحه بحب جدا جدا الاقلام الرصاص قوي، مش عارفه انتوا زيي ولا ايه. بجد 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 مفيش احلى من احساس ان انت تبقي في نهايه اليوم كده مخلصه كل الحاجات اللي انت محدداها في التو ليست، وتنامي كده وانت مخلصه كل حاجه عليكي النهارده، تبقي بجد متشجعه كمان ان انت تخلصي حاجه بكره. فبصراحه التو ليست ديت من احسن الاختراعات اللي اخترعوها، ان احنا نعمل تو ليست ليومنا. على فكره التو ليست مش شرط بس تعمليها في المذاكره، ممكن تعمليها اي مهام انت عايزه تخلصيها في يومك تكتبيها. لو انت من الناس مثلا اللي بتنسى او بتكسل او ممكن مثلا
عايزه حاجه تشجعها، فدي بجد هتشجعك جدا. انا كل ما بعمل صح على حاجه ببقى متحمسه ان انا اخلص الباقي كده، عشان في نهايه اليوم ابقى مخلصه كده كل حاجه ورايا، بجد ببقى فرحانه قوي بجد. فانتوا برضو اعملوا تو ليست، اللي لسه ما بيعملش تو ليست عايزاكم تعملوها، والله العظيم بجد هتفرق معاكم، وهسيبكم تقولوا لي في الكومنتات تو ليست فرقت معانا وخلتنا ننظم وقتنا. بصراحه هي اختراع حلو جدا. المهم بقى كده خلصت خلاص الفرنساوي وحليت الواجب، ال8 صفح اللي هم كتير قوي قوي دول خلصتهم اخيرا الحمد لله. يلا بينا بقى ندخل على الجيولوجيا. عايزه اقول لكم ان انا هنا في الجيولوجيا هذاكر الباب التاني، هخلصه كله النهارده معاكم. انا كنت خدت منه درس وكان فاضل درس، فخلاص كده النهارده هنختم الباب التاني كشرح، ان انا هسمع الشرح. بس طبعا انا قلت لكم ان مذاكرتي ليها خطوات. اول خطوه ان انا يا اما هسمع الشرح يا اما هذاكر، يعني هي حاجه من الاثنين. يعني اول خطوه يعني هتكون يا اما ان انا هسمع شرح يا اما هذاكر. طب لو سمعت الشرح يبقى تاني خطوه ان انا هذاكر، يبقى انا سمعت الشرح وبعد كده هذاكر، وبعد كده حاجه ان انا هقعد احل اسئله كتير جدا 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 على الجزء اللي انا ذاكرته ده. فالمذاكره مش بس ان انا ابقى سمعت كده الفيديو يبقى كده خلصت مذاكره، لا، انا المذاكره عندي بتمر ب3 مراحل زي ما قلت لكم. هسمع الشرح وبعد كده هقعد اذاكر وبعد كده هحل. بالنسبه لي انا بعمل كده في المواد يعني اللي انا بسمع لها شرح، لكن المواد التانية في مواد مش بسمع لها شرح، يعني زي مثلا الانجليزي زي الفرنساوي كده، لا مش بسمع شرح، انا بحفظ لوحدي وبذاكر جرامر لوحدي، مش محتاجه ان انا اشوف فيديو ولا حاجه. فبالنسبه بقى الفيزياء كيمياء احياء الكلام ده بشوف فيديوهات بس او احياء كمان حتى مش بشوف فيديوهات والله، يعني حتى الاحياء مش بشوف لها فيديوهات يا جماعه، بذاكرها لوحدي كده من المذكره او من الكتاب اللي انا جايباه. فلازم يا جماعه تحلوا. انا خلاص ذاكرت الدرس خلاص فهمتي، لازم تقعدي تحلي بقى. التطبيق والحل ده هو اللي هيعرفك انت مذاكره صح ولا لا، هيعرفك الاسئله ممكن تيجي بطريقه عامله ازاي. طبعا اكيد هنغلط، واحنا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ده متاح لنا عادي ان احنا نحل اسئله غلط عادي. بس اللي مش صح، اللي مش متاح ان احنا نيجي نغلط ونحل اسئله غلط وقت الامتحانات ووقت المراجعه. لا، احنا المفروض دلوقتي نكون بندرب نفسنا على نظام الاسئله وبنحل من كذا كتاب او من كذا مصدر. الحل عادي ممكن تحلي من كذا مصدر، لكن المذاكره ما تشتتيش نفسك وتذاكري من كذا كتاب او كده، لا، ذاكري من مصدر واحد بس تحلي من كذا مصدر. يعني حلي كتب المدرسه، حلوا كتب خارجيه، حلي بنك المعرفه، بصوا حلوا على قد ما تقدروا، لان الحل مش هيخسرنا حاجه. لكن المذاكره لو انت ذاكرتي من كل حاجه، المذكره دي مشروحه بطريقه مختلفه عن الكتاب وعدا فاهمين الدنيا، فلا ما تشتتيش نفسك في المذاكره، ذاكري من مصدر واحد بس. الحل حلي مصادر كتير جدا، لان الحل بجد هو اللي هيثبت المعلومه في دماغك. وانا مقتنعه اقتناع تام ان انا عادي لو بغلط، بس المهم ان انا اكون عارفه الغلط الصح بتاع الغلط اللي انا غلطته ده ايه، عشان ما غلطوش تاني. فاهمين قصدي؟ عايزاكم بقى لو انتوا عايزين نعمل لكم فيديو مخصوص للجيولوجيا اقول لكم انا ازاي بذاكرها وكل حاجه وازاي بلخص وكل حاجه في الجيولوجيا، لو انتوا حابين اكتبوا لي في الكومنتات. ولو لقيت الكومنت اللي كاتب كده عليه لايكات كتير هعرف ان دي الفكره اللي انتوا عايزين ان انا اعمل لكم الفيديو ده يعني، وهعمله لكم على طول. المهم بقى عايزه اقول لكم يا جماعه بجد ان انا النهارده على قد ما كان عندي حاجات كتير ان انا عايزه اذاكرها وحاجات كتير عايزه اخلصها، على قد برضو ان انا بحاول ان انا ما اوترش نفسي، لان يا جماعه النفسيه ديت اهم حاجه. انا عارفه ان مش هتعرفي تجمعي الاثنين، نفسيتك ومذاكرتك الاثنين مع بعض، لازم تكون حاجه واحده بس منهم. بس بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نخلي نفسيتنا كويسه من ناحيه الدراسه. عارفه ان المدرسين بيوترونا بيقولوا لنا ان خلاص ما فيش وقت ومش عارفه ايه، بس احنا بجد يعني ممكن نلحق وممكن يعني احنا ممكن نلحق نفسنا. بالنسبه لي انا بتكلم على بالنسبه لي ان انا امتحاناتي في شهر 6، فانا ممكن الحق وممكن انتوا كمان تلحقوا زي اي حد في ثالثه ثانوي ولسه موقع حاجات ولسه عايز يلم الدنيا. احنا كلنا هنشجع بعض وهنذاكر مع بعض ونلم الدنيا. عايزين نعمل بقى تحدي كده نعمل متراكم قبل رمضان ان شاء الله هبدا لكم في السلسله ديت. بس انا مستنيه بقى ان الناس تبدا كده في الترم الثاني، وحاسس ان احنا كده بدانا خلاص في الترم الثاني. هعمل لكم تحديات حلوه قوي قوي للمذاكره عشان كلنا بقى نبقى كلنا مع بعض بنذاكر فيها، مش بس بتوع ثالثه ثانوي. وعايزه اقول لكم ان انا ناويه ان شاء الله ان انا انزل لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه، لان في ناس كتير قوي هتلاقي في الكومنتات عايزين فيديوهات كتير عشان تشجعينا نبدا الترم الثاني نشاط وحماس والكلام ده كله. فانا والله بجد لما بلاقي منكم تشجيع كده في الكومنتات ولايكات كتير على الفيديو والكلام ده بعرف ان الفيديوهات بتعجبكم، فتلاقوني على طول معاكم يوميا كده مستمره معاكم في الفيديوهات. فعايزاكم تشجعوني بقى ولايكات كتير قوي 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 للفيديو ده عشان اعرف ان الفيديو عجبكم واعمل لكم بكره برده فيديو حلو قوي زي ده. عايزه اقول لكم بقى ايه، بجد الستيكي نوتس الماركر الحاجات دي كلها من احسن الاختراعات اللي عملوها في المذاكره. بجد بصراحه بتفرق معايا وبتساعدني في المذاكره. ولما باجي اذاكر بقى بعد ما بخلص خلاص كده بقعد احدد على حاجه، لما باجي اذاكر بقى بعد كده واشوف الكلام ده بركز قوي في الارقام. مثلا بحدد بقى على الارقام، على التواريخ، على اسامي الاشخاص مثلا. بصوا اي حاجه مهمه ببدا ان انا احدد عليها بالماركر، بصراحه بتساعدني وبتفرق معايا جدا. ولما باجي اذاكر ولما باجي براجع منها، فبصراحه يعني بتساعدني قوي.
انا عايزه اشوف منكم بقى تشجيع كده في الكومنتات، وتشيروا الفيديو مع اصحابكم علشان يعني كل الناس تتشجع كده وكلنا نذاكر مع بعض، ويعني انتوا كمان هتكونوا استفدتوا وفدتوا غيركم. فانا والله بجد انا بعمل بس الفيديوهات ديت، ومفيش اي فيديو بعمله الا يكون ليه هدف ان احنا نكون بنتشجع مع بعض ونذاكر مع بعض، ومفيش اي حد فينا ابدا يضيع نفسه او يضيع مستقبله عشان خاطر حاجه ولا عشان خاطر مثلا ضغوطات او مشاكل. لا طبعا المشاكل تقدري ان انت تعديها. انا عارفه طبعا ان كل واحد عنده مشاكل غير التانية، وفي ناس تقدر تستحمل وناس ما تقدرش تستحمل، بس على قد ما تقدري حاولي ان انت تفصلي دماغك عن جو المشاكل والضغوطات والحاجات اللي عندك بدراستك، لان الدراسه دي اهم حاجه في الدنيا، دي اللي هتنفعنا بعد كده وهتنفعنا قدام. فان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقنا كلنا، اي حد نفسه في اي حاجه باذن الله يحققها، وربنا يكرمنا كلنا. اي حد نفسه في كليه معينه ان شاء الله يدخلها لو ليه خير فيها يعني باذن الله. بس كده ده كان يومي النهارده، وده كان الروتين بتاع النهارده والفلوج. لو عجبكم الفيديو ما تنسيش لايك واشتراك وتفعلي الجرس على كلمه الكل والكومنتات الكتير بتاعتكم، عشان اللي هيكتب 10 كومنتات هنزل الكومنتات بتاعته في اول الفيديو الجاي. وعايزاكم بقى تكتبوا لي افكار فيديوهات عشان اعملها لكم الفتره اللي جايه، وعايزه اشوف زي ما قلت لكم ذاكرتوا ايه النهارده. اكتبوا لي في الكومنتات، انا هستنى اشوف بقى الناس حبايبي اللي بيبعتوا لي كل مره، الناس المميزه اللي انا بنزلهم على طول في كل الفيديوهات. وبس كده، مع السلامه.